السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هوفي ندر كنت نادراه، هعمل 200 علبة رز بلبن ان شاء الله. جبت كيلو رز اهو، كيلو ونص، وهغسله وهقوم حاطاه بقى يسيل ويلا معايا. انا هنا غالية اللبن اهو، حاطاه على جنب اهو زي ما انتم شايفين. بغسل الرز اهو زي ما انتم شايفين اهو عشان هسلقه. يا جماعه في الميه السخنه وبسلق زي ما انتم شايفين اهو، بس لازم ايدي تبقى مع الرز زي ما بيقولوا كده، ايه التقليب المستمر. البوريستور الكبيره والحله دي صراحه ربنا كبيره جدا. ماشي، وحطيت كمان كيلو كمان يعني كده 2 كيلو ونص رز. ماشي، ابتديت بقى ارص العلب بقى وجمال العلب ال 200 علبه عماله ارصهم. يعني في ده بصوا على الكنبه في علب، ماشي، وفي على الترابيزه اللي جنبي في علب، وفي الارض برضو والله في علب. بس يعني بصوا حتى حطيت العلب تحت في الارض. يعني في اهو في جزء اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا المعالق، ودي دي اكياس المعالق، الكيس لوحده فيه 50 معلقه. فانا جايبه بصوا 4 اكياس اهو، 200 معلقه. 5 كيلو لبن وغليتهم وخليتهم كده عشان يعني خليتهم من بعد العصر لحد بعد المغرب عشان يعمل الوش اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القشطه دي هتفيدني كتير في الرز بلبن، هيطلع طعمه كريمي وهيطلع جميل ان شاء الله. ولسه بقى هوريكم المكونات التانية. نشا، كيس كريم شانتيه، ده بيخلي الرز بلبن جميل جدا. بس بقى كده بقى ايه، انا كده بصوا عملت الرز حلو وخلاص. الرز يعني ايه يعتبر استوى. بصوا شرب ميته زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي، نخش بقى على المرحله اللي هي التانية اللي بعد دي، اللي هو اللبن بقى. بصوا اللبن بالقشطه يا جماعه، شايفين القشطه اهي، شايفين القشطه، وريها كده اطلع فوق لفوق شويه. شايفين القشطه اهي، الوش اهو والقشطه والجمال اهو. اللبن اهو جايبه 5 كيلو ونص تقريبا لبن. ماشي، طبعا انا هحط الرز ايه سخن جدا. بسم الله بسم الله. كيلو ونص. لقيت ان الحله البوريستو اللي انتوا شايفينها دي عايزه كمان رز، رحت عملت كمان كيلو، سلقت كمان كيلو. طبعا انا ايه السكر على حسب الرغبه يعني. انا جايبه كيلو سكر اهو، احط كيلو سكر، مش بعاير بالكوبايه عشان انا بحبه معسل. طبعا الحله البروستر دي كبيره جدا وزي ما انتم شايفين اهو. هو كده كده لله، حاجه لله كده، وتطلع تبقى اجمل حاجه في الدنيا. طبعا عايزه اقولها والله من كتر الحله كبيره والله العظيم حاسه ان انا هقلب بايدي، غطست جوه كده. ماشي، طبعا لقيت المعلقه بتاعت الطبخ بتاعتي، رحت جبت بتاعت شنطه المعالق اهي، اطول شويه اهي. كيس نشا اهو اللي هو الكوكس ده. كريم شانتيه اهو، ماشي، حطيته في طبق تاني. وطبعا كنت هنا مدوبه النشا اهو، احط على الكريم شانتيه. ماشي، كريم شانتيه بقى عشان يدي طعم جميل زي بتاع المحلات، بس لازم اقلب جامد عشان ايه ما يكلكعش زي ما انتوا شايفين كده. حاجه زي ما انتوا شايفين. رحت دورت على مضرب يدوي كده، ورحت لحقت نفسي ورحت جبته، نفع معايا. بعمل اهو بضرب الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده. جبت الكريم شانتيه وحطيته. صراحة ربنا يعني ما شاء الله الله اكبر. الحله البروستر كبيره جدا. رحت لقيت ان كيلو سكر منفعش، حطيت كيلو ونص تاني، يعني 2 كيلو ونص والله.
بس فعشان يظبط معايا، لان انا عامله 200 علبه يا جماعه. حتى لما زودت الرز زودت برضو تاني، لما كنت لقيت كده بقوم حاطه اكتر. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله، الله اكبر الله اكبر. يلا هات لي بقى العلب، يلا عشان هات العلب جنبي كده، انا هقعد في الارض اربع. انا دلوقتي لما عملت في الحله البوريستون الكبيره دي بقى الرز صراحه ربنا، وانا بعمل الرز كده وبحط في العلب، والله العظيم ما اقولكمش الفرحه اللي جوايا قد ايه. الواحد لما بيعمل حاجه بحب وفرحه وطالعه كده بما يرضي الله كده بتطلع حلوه. بس انا مش عارفه ابني مركز قوي على رجله كده ليه، مش عارفه يا ابني مش هعرف اشيلها في المونتاج، ما علينا، شوفوا رجل ابني برضه. بس فدلوقتي اهو خلصنا خلاص، وبنحطهم الرز في العلب. ماشي، وربنا يجعله كده ان شاء الله كده الله في ميزان حسناتنا باذن الله. ويا رب. بصوا المنظر جميل ازاي، انا مش عارفه اقول لكم ان انا مبسوطه وفرحانه وسعيده جدا، ويا رب اعمل كده على طول، ويا رب الحاجه اللي انا حباها اعملها على طول، وربنا يدينا ويرزقنا.